السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم فيديو جديد ان شاء الله. واخا هبرت عليكم شحال هادي بواحد الوصفه كيكه كتجي اكثر من رائعه وما فيهاش الدقيق الابيض نهائيا. نبداو على بركه الله. انا غنبدا نخدم في نفس الوقت نعطيكم المقادير. غنحتاجو 4 البيضات اللي كيكونوا بحراره المطبخ. البيضه الاولى ندير الثانيه حتى نكملوا 4 البيضات. غنحتاج هذا بدا كيسخن الحال راه كتجي بارده وزوينه. صافي غنضيف هنايا قبصه ديال الملحه، ضروري الملحه اللي كتعزز الذوق. واحد قبيصه ديال الملحه. غنضيف واحد الساشي ديال الفاني اللي عندكم سائل اولا هكا الساشي اولا بودره اللي متوفر عندكم كديروه. غنضيف واحد نص كاس ديال السكر حبيبات، اللي بغى الحلاوه يدير كاس، لان باقي غادي نضيفوا مكونات اخرين اللي حلوين. غنخلط حتى يندمج لينا السكر مع البيض. ما محتاجوش فيها كاع الطراب الكهربائي في هذه المرحله هذه. شويه غير تنحركوه لان باقي غنطحنوها، فما محتاجينش باش نخلطو حتى يذوب لينا السكر كامل. غنحتاجو كاس ديال الزيت، دائما العبارات بكاس ديال العنبه. انا غنعبر على كاس ديال الزيت. غنحتاجو واحد ديسير كراميل، ديسير ديال الشوكولات. بغيتو ديروا الكراميل ديروا الكراميل، مي انا دايرها بالشوكولا فغندير كلشي بالشوكولات. غناخذ واحد ديسير ديال الشوكولات نديرو كامل. اي نوعيه بغيتو تخدموا بها. الا ما عندكمش ديسير ديال السكر ممكن ديروا الشوكولاته ديال الدهن. غنضيف هنا واحد البسكوي، هذا غير داك ديال الدرهم اللي معروف. تقريبا عندي هنا واحد 4 ديال الباكيه ونص ديال درهم، اولا تاخذوا الكبار ديال 2 درهم. غادي نديرو كامل وغنطحنهم. غنطحنو كامل المهم غنطحنو ونرجع معكم. هنا كنتاكدوا حتى ما عندنا حتى شي حبيبات. ممكن ديروا الخلاط الكهربائي، ممكن تطحنوا وتصفيوه باش تاكدوا ما تبقاو حتى شي حبيبات ديال البسكوي. انا طحنته هنا مزيان. هنا غنضيف واحد 3 ديال الساشيات ديال الكاكاو المر اللي يكون من نوع، يعني هاد الساشيات اللي كيكونوا نوعيه جيده، او 3 المعالق كبار الساشي بودر، هذا كاكاو بودره ولكن يكون من نوعيه جيده. كنأكد عليه يكون من نوعيه جيده. غنضيف 3 ديال الساشيات اولا 3 المعالق كبار. نخلطوا الخليط ديالنا مزيان حتى تنزل لينا الكاكاو. من بعد غنزيدوا واحد 2 خمارات حمرين، واحد معلقه كبيره ديال الخل. صافي كتكون الكيكه ديالنا واجده. بالنسبه للطبقه اللي غنديروا فيها الكيكه، الطبقه الثانيه حتى كتبرد لينا الكيكه عاد كنسوجدوها باش كنديروها على سخونه. الفران ديالي راه شعلته على 160 اولا 170 درجه، كل وحده الفران ديالها. انا شعلته على 170 درجه يسخن. الوقيته اللي غادي نوجد كيشوف القوام ديالها كيفاش كيجي. هنا غنضيف 2 خميرات من فئه 8 غرام. عندكم 7 ولا 8 غرام اللي عندكم. نتاكدوا انه الخميره اندمجت لينا مع الخليط، ما بقات عندنا حتى شي حاجه محببه. تكوني غتجربوها تعجب الكبار والصغار، كتجي زوينه، خصوصا داك البسكوي كيعطي واحد المذاق مختلف. صافي غنضيف هنا معلقه كبيره ديال الخل. انا كندير عيني ميزاني. المول ديالي راه دهنته بالزبده وبالدقيق.
ديالنا نفرغوا فيه الكيكه. بسم الله. ضروري كندير واحد الخبطات باش كيجينا السطح متساوي على الكيكه. ندخلها للفران من طيب نرجع معكم ان شاء الله باش نوجد ديك الساعه. ملي غطيب عندي على حراره 170 180 على حسب كل وحده الفران ديالها، غنشعلها غير من الاسفل. تقريبا غتاخذ مني واحد 40 دقيقه. الا احتاجت لي نشعل من الفوق غنشعلو حتى الاخر واحد 5 دقائق في الاخر. ومني غنخرجها تبرد عاد غنصوب الفلون اللي غندير معاها. صافي هنا راه طابت ليا، خرجتها من الفران. ها هي شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي. غنخليها تبرد عاد ديك الساعه نحيدها من المول. راه كتجينا شحال ما اضطريت كنشعل عليها من الفوق، خليت غير من التحت راه طايبه. درت لها طيست لقيتها ناشفه من الداخل فخرجتها. ما خداتش الوقت بزاف كما قلت لكم. بالنسبه للفلون ديالنا اولا لاصوص اللي غنديرو فغنحتاجو فيها واحد 2 معالق كبار ديال السكر سنيده، الاولى ندير الثانيه. غنحتاج واحد 2 معالق كبار ديال النشا الذره اولا مايزينا، الاولى الثانيه. غنحتاج فيها واحد معلقه صغيره ديال القهوه السريعه الذوبان، وغنحتاج واحد الساشي ديال الكاكاو المر اولا معلقه كبيره متوفر عندكم. غير هو الكاكاو يكون دائما من نوعيه جيده. غنخلطوا النواشف، نضيفوا واحد الفلون ديال الشوكولا بدون سكر. الا درتو ليه بالسكر ما ديروش السكر اللي ما ديروش دوك 2 معالق. نضيف عليهم نصف لتر من الحليب. صافي غنخلطو مزيان. من بعد غنديرو فوق النار حتى يغلى لينا. المول ديالنا من بعد ما غسلناه غندير ندهنوه بالزيت باش من نديرو فيه الفلون ديالنا ونديرو الكيكه تزول لينا بسهوله. فغندير غير خويطه ديال الزيت وندهنو كامل بالزيت او نطرشوه بالزيت باش كيسهل علينا في الديمولاج وما كيلصقش لينا فيه الفلون ديالنا. صافي هنا من بعد ما غلى لينا الخليط غنفرغوه في المول ديالنا. صافي غناخدو الكيك ديالنا راه كتجي خفيفه. شوف كيف كتجي. غناخدو الكيك ديالنا غنحطوه هنايا وغنحاولوا نضغطوا عليه حتى يتلبس لينا بداك الفلون ديالنا. غنحاولوا نقادوه ونضغطوا مزيان حتى يطلع لينا داك الفلون، يطلع لينا من الجناب. صافي اللي زربان عليه تيدخلوا للثلاجه، تيخليه حتى كيدفى يدخل للثلاجه واحد ساعتين 3 السوايع. انا غنخليه ليله كامله غير على برا. غندير عليه السلوفان ونخليه ليله كامله حتى الغد لي ونقطعو معكم ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما خليتها ليله كامله حتى بردات مزيان كنحاولوا نجروها هنا من الجنب غير باش يتحل لينا، باش تهز لينا شويه ديال الفلا. كنحاولوا نجرو شويه باش نقلعوا هاد الجناب هادو راه كيتقلعوا لينا بسهوله. صافي غنجيب الطبسيل اللي غنقلبها فيه. كتجي اكثر من رائعه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي. المهم هذا هو الشكل النهائي بعد ما خليناها حتى بردات مزيان. غنقطعها معكم شوفوا كيفاش كتجي. بسم الله. كتجي رائعه جدا اكثر من رائعه. شوفوا معايا كيفاش كتجي. شوفوا
كتجي هشيشه، ما تقولوش ما فيهاش الدقيق، فيها غير البسكوي. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الاخبار في لي كومونتير، واللي شاف هذا الفيديو دير لايك واشتراك وتفعيل الجرس الى اللقاء.